القصة دي وصلتني من واحد منكم، بس قبل ما أقراها هو قال جملة واحدة بس خلت دمي يتجمد. أنا كنت داخل أسرق عربية وخرجت وأنا تايب وحلفت أقرب من ربنا. القصة دي حصلت من سنين، بس صاحبها تاب وربنا كرمه الحمد لله. بس اللي شافه في مقبرة عربيات 15 مايو عمره ما قدر ينساه. بداية القصة على لسان صاحبها. أنا مش هقول اسمي، بس الكلام ده حصل من حوالي 6 سنين. وقتها كنت ماشي في سكة مش تمام، كنت بسرق وبدور على أي فرصة سهلة. في يوم واحد صاحبي قال لي في مكان في 15 مايو مليان عربيات مرمية محدش بيروحه، لو عايز تضرب ضربة نظيفة تاخد لك كاوتشين عربية نظيفة أو إكسسوارات وتبيعها، هتلاقي كتير بالعبيط هناك. روح هناك بالليل. أنا ما صدقت، حسيت إنها فرصة ما تتعوضش ورحت فعلا. الساعة كانت حوالي 2 بعد نص الليل، وغفلت الغفير دخلت جوه. أول ما دخلت المكان حسيت إن في حاجة غلط. الدنيا ساكتة زيادة عن اللزوم، مفيش صوت كلاب ولا صوت أي مخلوق، مفيش غير صوت عواق مش قادر أحدده إذا كان حيوان ولا ده إيه بالظبط. هو عواق على صوت خفافيش، صوت مخلوط كده غريب، مش بشري ولا حتى حيوان، حاجة تانية. والهوا صوته يرعب، حتى نفسي كنت سامعه بصعوبة. بس الطمع خلاني أكمل ومركزش. لقيت عربية مرسيدس شكلها لسه حالتها كويسة، تعتبر جاية من قريب يعني، بعيد عن المدخل شوية. قربت منها وبدأت أفتحها، ويا ريتني ما فتحتها. أول لقطة حصلت معايا وأنا بحاول أفتحها، سمعت صوت خبط من بعيد زي باب عربية اترزع جامد. وقفت بصيت حواليا، مفيش حد. رجعت أكمل تاني، لقيت الخبطة اتكررت بس أقوى، بس أقرب مني شوية. هنا بدأ قلبي يدق، بس قلت لنفسي دي تهيؤات، خليني في اللي أنا فيه. اللحظة اللي غيرت كل حاجة، فتحت باب العربية وأول ما بصيت جوه اتجمدت. أقسم بالله اللي بقوله حصل. لقيت 2 قاعدين، راجل وست، ساكتين مش بيتحركوا، بس وشهم كان محروق بالكامل، ملامحهم مش واضحة، جلدهم مسود وكأنهم طالعين من حريق، مع إن العربية أصلا مش محروقة، هي سليمة. معرفش دول ظهروا جواها إزاي، وعينيهم مفتوحة وبصين عليا مباشرة ومبرقين. أنا ساعتها مش صرخت، أنا صوتي اختفى، كأني نسيت الكلام، حرفيا اتشليت. الاتنين فضلوا يبصوا عليا، وفجأة الراجل حرك رقبته ببطء، وسمعت صوته كان فيه صوت همهمة مع إن شفايف الراجل مش بتتحرك أصلا. وقال لي انت جاي عشان القدر، امشي امشي بعيد. الصوت كان خارج من الراجل المحروق ده ازاي مش عارف، مش بني آدم طبيعي، مش صوت إنسان طبيعي. يا دوب ببص حواليا أنده على أي حد يفهمني فيه إيه. رجعت أبص عليهم تاني، لقيت العربية فاضية ما فيهاش حد، ولقيت كلب اسود ظهر من العدم. لقيته واقف فوق عربية بيبصلي وعينيه سودة ومركز معايا وبقه كله دم. أنا جريت وأنا مش شايف قدامي، بس وأنا بجري كنت سامع خطوات ورايا بتجري، مش جري عادي، جر، كأن حد بيزحف على الأرض زي التعبان بس بيجري. كنت حاسس إنهم ورايا قريبين جدا، وفجأة وقعت اتكعبلت على الأرض وسط العربيات، وبصيت ورايا شفتهم واقفين بعيد شوية، بس في نفس المكان اللي وقعت فيه على مرمى نظري. في اللحظة دي سمعت صوت حد بيزعق، مين هناك؟ صوت راجل كبير، وقال تاني مين هناك؟ مين اللي هناك؟ لقيت كشاف من بعيد وصوت راجل بيزعق، اجري يا ابني اجري وما تبصش وراك. قمت بالعافية وجريت ناحية الصوت والكشاف. لقيت راجل كبير واقف عند المدخل، شدني وخرجنا بره. الراجل قال لي انت اتجننت، المكان ده مش للسرقة، كويس اني شفت الكشاف اللي في ايدك من بعيد بالعافية فجريت عليك. وقال لي دي عربيات حوادث، وفيهم اللي متحفظ عليها طبعا من الشرطة، وفي اللي عربيات حوادث بشعة،
وفي اللي انفجر جوه عربيته وناس ماتت جوه عربياتها واتفحموا وطلعوا منها أشلاء، وفي اللي ما طلعش خالص. أنا بشوف وبسمع بلاوي كتير يا ابني، بس مش بركز وبذكر الله طول ما أنا قاعد ومتوكل دايما على ربنا. لو حد غيري كان سلمك للشرطة خلي بالك، بس انت قد عيالي. نصيحة يا ابني، كل بالحلال وابعد عن الطريق ده، كفاية اللي شفته. أنا من يومها عمري ما رجعت للمكان ده ولا حتى فكرت أسرق تاني. ربنا تاب عليا واشتغلت شغل حلال واتجوزت وربنا كرمني، بس لحد دلوقتي كل ما اركب عربية بالليل وبص في الكرسي اللي جنبي أو اللي ورايا بحس إن في حد قاعد معايا مش لوحدي، وبتخيل إن في نفس ورايا بالظبط، نفس حد زي ما يكون بيطلع في الروح، بس بذكر الله والدنيا بتبقى تمام. دي كانت رسالة حقيقية من واحد منكم تاب وربنا أنقذه. بس السؤال، اللي شافهم دول كانوا مجرد أرواح ولا كانوا مستنيين حد تاني يدخل مكانه؟ مستني رأيكم.